السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد عليه السلام. عملنا بقى صينيه البطاطس المحشيه دي باللحمه المفرومه اللي كنا بنعملها زمان. بصوا عامله ازاي. عملنا بقى شويه الرز اللي كان بنعمله زمان. شوفوا الرز اللي هو حبه وحبه. بصوا الرز، شايفين الرز عامل ازاي؟ ما شاء الله، اللي هو حبه وحبه بتاع زمان. الاكله دي بتحب الرز اللي هو حبه وحبه ده، او رز بالشعريه. بصوا البطاطس عامله ازاي. بصوا بصوا طعمها تحفه وريحتها تحفه. لا احنا لسه ما دقناش عشان صيام. شكلها تحفه وطعمها جميل. وبصوا الصوص اللي تحت منها والبطاطس اللي تحت منها مستويه وعامله ازاي اهي. عملناها بطريقه سهله خالص وطريقه بسيطه. وعملنا بقى جنبها الرز اللي هو حبه وحبه ده اهو، ومخلل وسلطه. يا رب لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي معايا، ويلا بينا بقى نشوف مع بعض عملنا صينيه البطاطس القمر دي ازاي. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي شير او لايك. بقى مع بعض البطاطس المحشيه باللحمه المفرومه. اول حاجه هتجيبي البطاطسيه اللي هي مسطنه كده، يعني لا كبيره ولا صغيره، بتبقى وسط كده. بنقيها وسط كده اهي، وبنقشرها كده عادي اهي. وبنشيل القاعده بتاعتها اللي من تحت دي كده اهي، ومن هنا برضو اهي. وبنقوم يعني حطيناها في ميه كده اهي لحد ما نخلص الكميه كلها. وهنشوف بقى هنقورها مع بعض ازاي. هقشر الكميه وارجع لكم، بس انا حبيت اوريكي ان البطاطسايه بنجيبها مسطنه كده مش كبيره. ولو كبيره بتقسميها 2. لو البطاطسايه كبيره كده يعني مثلا طول كف ايدي ولا حاجه، فبتقسميها 2 عشان تتمكني منها ان انت تعملي بطاطسايه بالحجم ده. هنا معايا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، وبشرت عليهم بصله كده او اضربها في الكبه، وهنبهرها بقى ملح وفلفل ومعلقه نص معلقه صغيره كده من السبع بهارات او بهارات اللحمه، ورشه من البابريكا، ورشه بسيطه كده من القرفه، عشان هنعمل النهارده صينيه بطاطس باللحمه المفرومه كده بالصلصه، وهندخلها الفرن. فاول حاجه هي عملتها تعصيج اللحمه معاكم كده. مسكت البطاطس بصوا قورتها كده. اول حاجه بنعمل لها بناخد حته كده من هنا عشان تقف كده البطاطسايه، تقف معاكي كده اهي، تقف كده. وهتحطها في الصينيه تبقى واقفه. وحته من فوق برضو قبل ما نقورها. وبعدين بقى بتقوريها باي موار كده عندك، تقوريها كده كده لحد بصي تبقى عامله كده. نقعها بقى في ميه. وده اللي احنا طالع من البطاطس اهو اهو. هنقعه برضو في ميه عشان ما يسودش، وهركنه. وبعدين هنشوف هنعمل الصلصه ازاي. والبطاطس دي هنحمرها مع بعض. يلا بينا. هنا بقى طاسه كده وحطيت فيها شويه من الزيت، وهبدا كده هنزل بالبطاطس. هنديها تحميره كده من الجنبين اهو. يدوبك هتاخد تحميره تتشمع بس كده، تديها طعم حلو في نفس الوقت بتبقى ماسكه نفسها. احمرها بقى وارجع لها كده. هنقلبها بصوا تاخد لون كده معانا اهي. بحيث ان هي تبقى متشمعه وواخده لون كده ذهبي معانا اهي. كده بقى بعد ما خدت لون معايا، بس تحاولي بقى وانت بتحمريها يعني تحطيها كده تحت، تعمليها مثلا كده على الجنب شويه، وبعدين تقلبيها على الجنب ده شويه كده عشان تحمريها من جميع الاتجاهات. يعني تقلبي فيها كده اهي كل شويه كده على جنب كده. كده انا حمرتها كده معايا، ما بتاخدش تحمير زي البطاطس يا دوبك. بس هخرجها بقى، نخرجها كده عشان تبرد ونعمل مع بعض نخرجها كده بكل سهوله اهي.
هخرجها بقى واسيبها تبرد ونعمل الصلصه بتاعتها بقى. هنا بقى في حله هنحط بصلايه كده صغيره اهي، معلقتين سمنه او سمنه وزيت اللي عندي اهي، هنزل بيها وفصين توم كده اهو لحد ما ريحه التوم تخرج معاك. عندي بقى عصير طماطم حط، انا عندي صلصه اهي اللي انا مفرزاها دي اللي انا هستخدمها، بس اول ما اشم ريحه التوم ما عندكيش صلصه حطي اضربي عصير طماطم وهبهريها بقى ملح وفلفل ورشه من الكمون ورشه كزبره، وهنسيبها ايه تثبت ونحشي مع بعض البطاطس. هنضيف بقى الطماطم هزودها طبعا كوبايه ميه او كوبايتين على حسب ما هي بقى هتاكل. كده بقى معايا اللحمه اهي جاهزه بعد ما عصجناها، وادي البطاطس اهي بعد ما حمرتها، ودي الصلصه اهي بعد ما استوت معايا. هنا بقى صينيه كده هفرشها الاول ايه من التقوير بتاع البطاطس، وبعد ما افرشها كده هقوم حاطه ايه اديها كبشتين كده من الصلصه اهي بطعم التقوير كده اهي. نبدا بقى نحشي البطاطس اهي، شوفوا بعد ما اتحمرت اهي. ممكن بقى نحشيها بمعلقه، تحشيها بايدك زي ما يريحك. ده صنف كده من الاصناف بتاعت البطاطس المحشيه كده اهي. تعالوا بقى كده اهي نحشي واحده كمان. هحشي بقى الكميه، انا عامله كميه صغيره كده عشان ده صيام ومفيش حاجه تفضل. ده حوالي كيلو من البطاطس وده كان ربع كيلو من اللحمه. ممكن بقى لو نص كيلو مفروم بياخد 2 كيلو بطاطس او ازيد. هحشي الكميه وارجع كده بعد ما خلصت الصينيه. بصوا اهي هنبدا بقى نسقيها. انا مش مكتره برضو كمان الصلصه عشان ما تفتش مني ومش هستخدمها في حاجه. ندخلها بقى الفرن تستوي. تعرفي ازاي ان هي استوت؟ ممكن هنحط فيها شوكه كده نعرف ان هي استوت. هندخلها بقى لو الفرن بتاعك من تحت وفوق هتشغليه من تحت كده وتاخد من تحت شويه سوا، ومن فوق بقى هنحطها على الشوايه تاخد وش. هندخلها الفرن ولما تخرج هرجع لكم.